المرأة لا تستهين، كبيرة أم صغيرة، خادمة أو أميرة، أمية أو مستنيرة، بدينة القوام أم نحيفة، ثقيلة الظل أو ظريفة، لعوب كنت أو عفيفة. نحن لا نعلم سبب إقحام الأخيرة بهذه الوظيفة، فربما مقهورة تمنت بخصالها أن تكون نظيفة. وكم من زوجة ترى بين قومها شريفة، وفي خلوتها على السرير للعشيق مضيفة. وكم من بكر ليس لحدود البكارة من تعريفة. هناك المرأة الجريئة والخجولة، كل واحدة عن نفسها مسؤولة، وربما الثانية بالباطل مغرمة ومشغولة. وترى السافرة وذات النقاب لا يغير في المعدن المسميات والألقاب، ولكل منهما أهل مناسب للاصطحاب. وكم داهية تبركعت وهي من القحاب، وكم من ترهبت وضجعت الأصحاب. فلا قيمة فعلية في الزي والأثواب. المرأة روح وجسد، تحتاج للطاقة والمدد. الروح تريد الحب سند، والجسم يأتي بالبنت والولد، وشد الأزر بوفاء الأليف المعتمد، وإلا تبور وتؤول للهدد. وليس على الميت من حسد، ولكن يجب الصبر والجلد، فالفرج آت مهما طال الأمد. فيا أيها الرجل بالمرأة لا تستهين، ولا تقبح الزوجة الطيبة ولها تهين. وكذلك الشباب في الجامعات العابثين، وفي التسكع خلف الإناث راكدين. لا تغدروا بالنبت البريء والياسمين، وكن جاد في الحب ولا تخلف مجروحين. فإن أتى الحب بالقدر فأهلها بك مرحبين. النشء إخواني يحتاج للدين، فلا الأب عن الحزم يستكين، ولا الأم تهمل بعد الفطام الجنين. الأولاد تحتاج الحب والحنين، والإرشاد لا يأتي بعصا وسكين. بهذا ستكون الأنثى متألقة كالملاك، وكل ما سبق ما كان يحدث لولاك. فأنت يا رجل من بيده البناء والهلاك، فاحفظ المرأة بين ضلوعك وعيناك. كلمات الشاعر محمد البستاني.